الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدانا لأحسن دين وفضلنا على كثيرة بالقرآن المبين الذي أنزله على عبده ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. فاللهم يا ميسر كل عسير يسر ولا تعسر، فإن تيسير العسير عليك ربي يسير. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في دار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلا زلنا في حديثنا عن فضل الدعاء وعن جملة من آداب الدعاء التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في دعائه لله عز وجل وسؤاله وطلبه لله عز وجل. وكما قلنا بأن الدعاء هو الطلب أو هو السؤال، وينقسم إلى قسمين: هو دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات، فالذي يصلي فلسان حاله أنه يدعو الله عز وجل، والذي يزكي فلسان حاله أنه يدعو الله عز وجل، والذي يحج والذي يصوم فلسان حاله وفعله يدل على أنه يدعو الله عز وجل. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالإنسان إذا صلى أو زكى أو حج أو صام فإنما هذه الأفعال هي عبادة لله عز وجل، يقصد بها دعاء الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والقسم الثاني دعاء مسألة. دعاء مسألة كأن يقول الرجل: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. فهذا دعاء مسألة. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالذي يستحق منك الطلب والدعاء سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة هو الله عز وجل. فالله هو الغني ونحن الفقراء، فالله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء، ونحن المحتاجون إلى الله عز وجل. فإذا علم المسلم بأنه فقير محتاج إلى الله عز وجل وجب عليه ألا يلتجئ في دعائه إلا لله عز وجل، ألا يلتجئ إلا إلى الله عز وجل، وألا يصرف قلبه بدعائه وطلبه إلا لله عز وجل. ومن آداب الدعاء الاعتراف والإقرار بالذنب، أن يعترف الإنسان بذنبه ويقر لله عز وجل بالذنب، لأن المسلم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان إذا اعترف بذنبه وأقر بذنبه لله عز وجل فإنه يكون سببا في إجابة دعائه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بذنبي. أبوء معنى أعترف، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: من قاله
من النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هنا يقر العبد بذنبه: أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي. يعترف المسلم بنعم الله عز وجل عليه، فنعم الله عز وجل على المسلم لا تعد ولا تحصى، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فيعترف الإنسان بذنبه أولا، ويقر بنعمة الله عز وجل عليه ثانيا: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء حين من النهار موقنا بها، يعني صدقا من قلبه، فمات من يومه قبل أن يمسي، قال هذا الدعاء الصباح ومات العشوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل الجنة. هذا فضل عظيم. تقول هذا الدعاء الصباح، إذا مات الإنسان قدر الله عز وجل أنه مات في ذلك النهار في المساء، فإنه يكون من أهل الجنة. ومن قالها من الليل، ولو قال هذا الدعاء في الليل فمات قبل أن يصبح، يعني مات في ليلته، كان من أهل الجنة. هذا حديث عظيم ينبغي لكل مسلم أن يحفظه وأن يعلمه أبناءه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. هنا هذا إقرار للعبودية لله عز وجل، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. خلقتني هنا إقرار بالربوبية لله عز وجل، الله عز وجل هو الخالق. خلقتني وأنا عبدك، ومعناته أنا عبدك إقرار من المخلوق بالعبودية للخالق سبحانه. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد والوعد هو الإسلام والإيمان. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمك الظاهرة والباطنة علي. وأبوء لك بذنبي، يعترف الإنسان ويقر بذنبه. وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا دعاء عظيم ينبغي للمسلم إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يدعو بهذا الدعاء، ففيه الاعتراف والإقرار بالذنب. والله عز وجل يفرح بتوبة المذنبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحة بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته في صحراء قاحلة عليها زاده ومتاعه. واحد في الصحراء وعنده الجمل تاعه محمل بالزاد تاعه، الماكلة والماء، تخيل أنه رقد ناض ما لقاش هذيك الراحلة تاعه في صحراء قاحلة ما فيها لا ماء لا ماكلة، ثم وجد تلك الراحلة، كيف تكون فرحته بتلك؟ لأنه سينجو من الموت. فالله عز وجل أشد فرحة من ذلك العبد بتوبته إليه إذا تاب من ذنوبه. فالله عز وجل أشد فرحة من ذلك الرجل الذي أضاع راحلته التي عليها زاده ومتاعه. فالإنسان كلما أذنب عليه أن يتوب وأن يعود إلى الله عز وجل. وهذه صفة أنبياء الله، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم منيب. منيب معناتها شديد الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. هذه صفة أنبياء الله عز وجل، أنهم كانوا يعودون إلى الله عز وجل ويتوبون إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أصحابه عنه يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. كانوا يعدوا له يحسبوا له الصحابة تاعه: أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد
أكثر من 70 مرة. وهذا رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني مغفور له، لا يؤاخذه الله عز وجل لا بالصغيرة ولا بالكبيرة، ورغم ذلك كان في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فمن منا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجالسنا؟ كم من مجالس تفوت ولا نذكر الله عز وجل فيها؟ كم من مجالس تفوت فيها اللغو وفيها الغيبة؟ لماذا لا نستغلها في الاستغفار أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. معنى صلى الله عليه بها 10 أن الله عز وجل يذكرك في الملأ عنده، وهذا شرف. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يذكرك في الملأ عنده عند الملائكة. فالإنسان لا ينبغي أن تفوته مجالس مع إخوانه دون ذكر لله عز وجل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب أو من آداب الدعاء التضرع والخشوع والرهبة إلى الله عز وجل، أن الإنسان يدعو الله عز وجل متضرعا وخاشعا حاضر القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. هو يدعي الله عز وجل ولكن قلبه في كل واد يهيم، لا يكون حاضر القلب، يدعو الله عز وجل بلسانه وقلبه في أمور الدنيا أو في أمور أخرى. يجب أن يتوفر في الداعي إلى الله عز وجل أن يكون قلبه حاضرا، أن يكون قلبه حاضرا متضرعا إلى الله عز وجل. وهذه صفة أنبياء الله، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خاشعين معناته ذليلين متذللين إلى الله عز وجل. وهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنهم لما يكونوا في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، واحد على رأسه الحمام ما يقدرش يتحرك، كون يتحرك يروح على الحمام. لما يسمعوا المواعظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلام الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير، كانوا خاشعين متذللين مستمعين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب حاضرة وآذان صاغية. ونحن اليوم الله المستعان تلقى الواعظ أو الإمام يلقي درسه ولكن كل واحد رأى قلبه في واد يهيم، والله المستعان. وهذه الغفلة. وإلا يعني كان الجدير بالواحد أنه لو يستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني بأذنه لكان فيه الخير والبركة. لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط وتصلي عليه لك أجر عظيم، حتى وإن لم تعمل بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، فقط تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي على الرسول فيكون لك أجر عند الله عز وجل. بل تنال البركة بسماعك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولسماع كلام الله عز وجل. فلعل الله عز وجل أن ينفعك بآية واحدة أو حديث واحد، ربما في مجلس أو مجالس عدة تتعلم حديث واحد أو آية واحدة تطبقها في حياتك كاملا، تكون هي سبب فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة. فالإنسان لا يحقر شيئا، فالإنسان لا يحقر شيئا. الإمام الذهبي رحمة الله عليه يحكى عليه أنه في طلبه للعلم بلغ 60 سنة، كان يروح يطلب العلم وعاود يرجع لكن ما يحفظ ولو، لم يصبح عالما. مر على واحد الواد فيه شلال، تحت الشلال كاينة حجرة تقطر فيها قطرة واحدة من تاع الشلال هذا، في الصخرة هذيك أثرت فيها قطرة واحدة تاع ماء أثرت في الصخرة،
من الكثرة وهي تهبط ذيك قطرة في الصخرة ذيك خرقتها، هذيك الصخرة أصبحت ثقب. فنظر في تلك الصخرة فقال يعني قطرة الماء يعني على قلتها وضعفها، ولكن أثرت في الصخرة الصماء وخرقتها بالطولة بالمدة. وقال قلبي يعني ألين من تلك الحجارة، فكيف لا تؤثر فيه أو لا يؤثر فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الله عز وجل. فرجع إلى طلب العلم وطلب العلم وحصل علما كثيرا بسبب تلك الصخرة، تلك الحادثة التي حدثت له، فأخلص لله عز وجل في طلبه للعلم وتوكل على الله عز وجل وأصبح إماما يقتدى به. وعنده كتاب يسمى سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله عليه. سير أعلام النبلاء فيه تراجم لعلماء الإسلام جميعا، فيه تراجم كل تاع علماء الإسلام اللي تحوس عليها تلقى الترجمة تاعه ثم في ذلك الكتاب. وبعد 60 سنة طلب العلم وفتح الله عز وجل عليه بالخير الكثير. فالإنسان لما يحضر مجالس الذكر أو مجالس العلم ما يقولش أنا ما نعرفش أو ما نتعلمش أو كذا، ولكن قد تسمع حديث أو آية ينفعك الله عز وجل بها دهرك كله. الفضيل بن عياض رحمة الله عليه من أجل وأعظم فقهاء المالكية رحمه الله، الفضيل بن عياض القاضي عياض المالكي، ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء بترجمة عظيمة، سماه القاضي والزاهد والورع والعالم والحبر بعدة ألقاب. قبل أن يطلب العلم ماذا كان لصا، كان سارقا، كان يطلع صوته فوق الأسطح تاع الناس، كان سارقا. مرة ارتقى إلى سطح راح يسرق، فسمع امرأة أو رجلا يقوم الليل فيقرأ في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلما سمع تلك الآية وقعت في قلبه، وقعت تلك الآية في قلبه، فقال الآن، فرجع وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوح وطلب العلم وأصبح من أجل فقهاء المالكية رحمة الله عليه القاضي بن عياض. وولد له ولد اسمه علي ابن الفضيل ابن عياض، وابنه قال بعض العلماء بأنه أفضل من أبيه في العلم. وانظر إلى أبيه في أول حياته كان لصا وكان سارقا، ولكن لما تاب الله عز وجل عليه، فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه بصدق وإخلاص نية. فالتضرع في الدعاء والإقرار بالذنب والدعاء والإلحاح في الدعاء لله عز وجل هذا من آداب استجابة الدعاء. كذلك من الآداب التوبة ورد المظالم، أن الإنسان يرد المظالم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الإنسان يتحرى أكل الحلال في مطعمه وملبسه ومشربه وفي كل شيء حتى يكون مستجاب الدعاء بإذن الله عز وجل. كذلك من آداب الدعاء أن يدعو الله عز وجل ثلاثا، يدعو الله عز وجل 3 مرات كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي عند الكعبة وجاء أشقى القوم فوضع على كتفيه سل الجزور أكرمكم الله، فلما أتت جويرية رضي الله عنها وأزالت ذلك الأذى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على قريش 3
كان يدعو ثلاثا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، 3 مرات. فهذا من آداب الدعاء، أن الإنسان يدعو الله عز وجل 3 مرات، ويسأل الله عز وجل 3 مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام 3 مرات حتى يفهم منه، كان يعيد الكلام 3 مرات حتى يفهمه السائل. كذلك من آداب الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث حسن لغيره. كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء أنه الإنسان لما يدعو الله عز وجل يبدأ أولا بالثناء والحمد لله عز وجل، يحمد الله عز وجل ويثني عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل مسألته، يرفع يديه ويسأل مسألته، تحمد الله عز وجل وتثني عليه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل مسألته. فهنا تكون قد أتيت بأسباب إجابة الدعاء. فالإنسان يحرص على هذه الآداب. وقال ابن القيم رحمة الله عليه أن الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. الدعاء هو سلاح المؤمن، يدفع الله عز وجل به البلاء، وحتى إذا نزل البلاء فإن الدعاء يخففه، يكون وقع هذا البلاء على العبد خفيفا حيث لا يحس به، لأنه سلاح المؤمن. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه كذلك: وكان من دعاء السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. اللهم أعزني بطاعتك، يعني اجعلني عزيزا بطاعتك ولا تجعلني ذليلا بمعصيتك، لأن العزة في طاعة الله عز وجل، لأن العزة كل العزة في طاعة الله عز وجل، والذي يعصي الله عز وجل هو الذليل. ويقول أيضا رحمه الله: مفتاح الخير الدعاء والافتقار وصدق اللجئ إلى الله سبحانه. مفتاح الخير الدعاء والافتقار، لما تدعي الله عز وجل يكون حالك أنك مفتقر إلى الله عز وجل. قلنا بأن الله هو الغني ونحن الفقراء، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض هو الله عز وجل، لا يملكه فلان ولا علان. خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل، يغني من يشاء بحكمته ويفقر من يشاء بحكمته. ومن الناس من لا يصلح إلا الفقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الناس من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغناه الله عز وجل لطغى وتجبر. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، فلو أفقره الله عز وجل لاستكبر ولا كفر. فالله عز وجل يقسم الأرزاق فيجعل من يشاء غنيا بعدله أو بحكمته، ويجعل من يشاء فقيرا بحكمته وعدله سبحانه. فالأرزاق مقسمة ومكتوبة عند الله عز وجل، ولكن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فيفتقر ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب خاشع ذليل، فالله عز وجل يستجيب الدعاء من القلب الحاضر الحي الذي حي بذكر الله عز وجل. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: إذا طال عليك البلاء مع استمرارك في الدعاء لله عز وجل فاعلم أن الله لا يريد إجابة دعوتك. إنسان نزل به بلاء ويدعي الله عز وجل كل يوم باستمرار، ولكن الله عز وجل لا يستجيب له، فاعلم بأن الله لا يريد إجابة دعائك فقط، بل يريد أن يعطيك فوقها عطايا لم تطلبها أنت. إنسان نزل به بلاء وكل يوم يدعي الله عز وجل، ولكن الله عز وجل لم يستجب له، ولكن يؤخر له الإجابة. فاعلم قالك بأن الله عز وجل سيعطيك فوق ما تتمنى وفوق ما طلبت.
فقط الإنسان يصدق في دعائه لله عز وجل. وقال الأوزاعي رحمة الله عليه: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله عز وجل والتضرع فيه، الإلحاح على الله عز وجل والتضرع فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بكى، وهذه صفة كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بكر الصديق كان إذا صلى بالناس بكى، كان قلبه رقيقا رحيما، إذا ذكر آيات الله عز وجل بكى خشية من الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يلح في دعائه لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك نسأل الله عز وجل للإخوة اللي يطوعوا ينظفون بيت الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يطهرهم من الذنوب والمعاصي، وأن يعينهم وأن يوفقهم وأن يرزقهم الصحة والعافية في البدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.